عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، يوم سعيد ان شاء الله. يلا النهارده فلوج يوم من حياتي، ويلا نبدأ مع بعض. وهبدأ النهارده معاكم بالرياضة. صحيت النهارده عاوزة اعمل تمرين على طول، مش عاوزة اقعد اشرب نسكافيه الاول. لا، حسيت كده ان انا كسلانه، فقلت خلاص يلا اقوم اعمل رياضه عشان ما استسلمش للكسل اكتر من كده. فطبعا هشغل التمرين بتاعي. يعني انا كنت هلعب النهارده مقاومه. يا جماعه اليوتيوب مليان مدربين كتير شاطرين، لو حد حابب يلعب اي رياضه في البيت ومش عارف ينزل الجيم، فاسهل حاجه ان انتي تفتحي يوتيوب، هتلاقي قنوات كتيره جميله جدا اجنبيه وعربيه فيها تمارين كتير. وبلعب يوم كارديو، بلعب يوم مقاومه، بلعب ورك اوت. انتوا بقى هتفهموا الموضوع وتستمروا عليه ان شاء الله. بس بجد اليوم اللي انا بلعب فيه رياضه بيبقى يوم مختلف تماما عن اليوم اللي بكسل فيه وما العبش. اليوم اللي بلعب فيه رياضه بحس ان انا يعني نشيطه، بحس ان انا اكتف طول اليوم، وبحس ان انا بنجز حاجات كتيره طول اليوم. اليوم اللي مش بلعب فيه بحس بخمول، بحس بملل، بحس يعني ان في حاجه ناقصاني. بجد بجد يا جماعه الرياضه بتفرق جدا جدا في يومي، وبجد لو استمرتوا عليها حياتكم هتتغير. هخلص بقى وبعد كده اشوف هعمل ايه معاكم. خلصت التمرين ويلا هنعمل مع بعض فطار صحي. والفطار ده من اختراعي بصراحة، بما اني لازم بعد التمرين اكل بروتين وخضار ونشويات قليلة. فانا ما كنتش عايزة اكل نشويات، ما كانش عندي غير بتنجان بصراحة يا جماعة. فقمت مقطعاه كده زي ما انتم شايفين مكعبات صغيرة، وعملت معاه بيض، وحطيت جبنة عشان جبنة بتحلي اي اكل، وحطيت سمسم. وده كان شكله بصراحة، كان شكله يامي يامي. وحطيت عليه شطة وفلفل اسود. هو لازم طبعا بعد التمرين تاكلي وجبة بروتين عالية جدا. فانا حاولت اكل البيض بس من غير يعني اي نشويات، عشان ما اضيعش مجهودي على الارض بصراحة. بس فهفطر بقى دلوقتي واشوف هعمل ايه النهارده. هصلح الايربودز بتاعتي. الايربودز وقعت مني في الشارع يا جماعه، والقطعتين البلاستيك دول ضاعوا، وافتكرت ان الايربودز باظت بصراحه. وبعد كده الحمد لله لقيتها شغاله. بس انا دورت عندي في البيت، لقيت عندي البلاستيك ده لونه اسود، فطبعا شكلها مش حلو خالص. المهم قعدت ادور تاني، لقيت عندي البلاستيك الابيض ده كبير وصغير. فبصراحه الحاجات دي طلعت مفيده. يعني كل ما بنجيب موبايل فكنا بنهمل قوي بقيه العلبه وكده. بس لما لقيتهم اتبسطت، قلت ايه ده، بعد كده بقى اشيلهم ينفعوا يعني في مواقف زي كده. وصلحتها وبقت شكلها حلو كده، ورجعت جميله زي الاول. حضرت كوبايه كرك بقى بعد الفطار. بقيت بحب يا جماعه الكرك جدا، اللي مجربوش لازم يجربه. في اكياس جاهزه في السوبر ماركت مكتوب عليها كرك، حلوه جدا، وفيها اصلا سكر، فمش محتاجه ان انت تحطي عليها ولا عسل ولا سكر. فحبيت اشرب كده حاجه سخنه واعمل شويه شغل كده على اللابتوب. وبصراحه يا جماعه دي احلى فقره، ان انا يبقى ورايا شغل. يعني انا بحب يبقى دايما ورايا شغل. انا طول الوقت وكل يوم بيبقى عندي شغل، وسواء حاجات على الموبايل، سواء حاجات في البيت، سواء حاجات بره البيت، وحاجات على اللابتوب. بس انا دايما بحب ابقى مشغوله. ولما ببقى مش مشغوله واحس كده ان انا فاضيه وعندي فراغ، نفسيتي بتتعب وبقى داخله في اكتئاب. فبحاول دايما دايما يبقى ورايا حاجه اعملها، ما سيبش نفسي فاضيه ابدا ابدا. بس فدي نصيحه مني ليكم، خليكم دايما مشغولين. بس انا هخلص بقى الشغل اللي معايا ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وكملوا الفيديو عشان هعمل معاكم جولة جميلة جدا، وهنخرج مع بعض. كملوا الفيديو للاخر، واللي لسه محطش لايك يحط لايك يلا، وشيروا الفيديو لاصحابكم. يلا كملوا الفيديو معايا. هجهز معاكم دلوقتي. مودي النهارده البس اسود في اسود، فاخترت التيشيرت ده، كنت شاريه من ديفاكتو. كده جهزت خلاص، يلا ننزل. بصوا يا جماعه، انا كنت رايحه المول، وزي ما انتم شايفين المنظر كان كده، وكانت الساعه 8 بالليل. فما كنتش متوقعه ان 8 بالليل هيبقى منظر المول لسه الناس داخله والدنيا زحمه بالطريقه دي. افتكرت الدنيا هتبقى رايقه شويه، بس بجد يوم الجمعه ده فظيع جدا في المولات. هاي انا دي. وهعمل معاكم دلوقتي جوله في ماكسي، جوله سريعه كده، هفرجكم على الحاجات اللي انا شفتها. وما يعتبر ما نزلوش الكولكشن الشتوي، فشوفوا الجوله الصغيره دي.
بعد كده دخلت ديفاكتو. يعتبر ديفاكتو منزل يعني حاجات بسيطة جدا شتوي، بس لقيت البليزرز دي بقى، فبصراحة يعني بفكر اجيب منهم، بس ما كنتش عارفة يعني هو لايق عليا ولا لأ، فقست كل الالوان يعتبر، وكنت حيرانة جدا ومش عارفة بصراحة اختار ايه لحد دلوقتي. فاكتبولي كده في التعليقات اي شكل عجبكم واللون، وفعلا لايق عليا ولا لا، علشان انا فعلا حيرانه وهم عاجبني، بس مش عارفه الستايل ده يليق عليا ولا لا بصراحه. بحس ان الستايلات دي بتاعت الطوال اكتر، فاكتبولي في التعليقات كده رايكم. خلصت لف بصراحه وتعبت، فرحت بقى جبت ايس كريم. واخيرا يا جماعه العبد فتح في مول الماظه، والايس كريم كان تحفه تحفه، وكمان جربوا الايس كريم الفستق ده جميل جدا. قررت بقى ان انا اروح خلاص بعد لف بقى وعملت شوبينج وكده، فلقيت برضو الطريق زحمه يا جماعه، يعني كانت الساعه 12 بالليل والطريق زحمه يا جماعه. حاجه غريبه جدا بصراحه. يعني يوم الجمعه اختيار سيء جدا ان انت تروحي مول، يعني روحي المول في اي يوم في الاسبوع. يوم الجمعه بجد الدنيا بتبقى زحمه جدا جدا جدا. بس فانا هروح ونكمل اليوم مع بعض. نعمل ايه او ازاي ما نعتمدش على المزاج؟ كلمة السر انت محتاج ان مودك او مزاجك يكون متعادل لأطول فترة ممكنة، له فوق وله تحت. يعني بصراحة دي مش كلمة السر، دي جملة السر اللي هي السيكريت فريز او الباس فريز.